السلام عليكم. قبل ما حابب اقول لك ان انا صورت الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي من سنه بالظبط. انا كنت قاعد نت خلصان، فكنت قاعد بقلب في التليفون، لقيت الفيديو ده فقلت طب ما انزله، ما تثبتي بقى. فقلت فقلت طب ما انزله. طبعا انا شكلي صغير جدا في الفيديو، والفيديو قديم، تلاقي فيه قطات كتير، كل شويه قط على عكس فيديوهاتي حاليا. لو انت بتشوفها يعني هتلاقي فيديوهات نادرا ما تلاقي قط، مبقاش في قط اصلا غير قط ولا اتنين بالكتير في الفيديو. وبس كده. اتمنى الفيديو يعجبك. شوف. فكك بقى يا معلم من تنظيم الوقت وتنظيم الجداول والحوارات اللي انت داخل فيها ديت على اساس ان انت تحل المشكله اللي عندك في وقتك وان وقتك يزيد وكده، عشان أنا النهارده جاي اقول لك ان حرفيا تنظيم الوقت دوت او اداره الوقت يعتبر ولا حاجه مقارنه باداره الطاقه، او مش يعتبر ولا حاجه قوي يعني، بس اللي هو اداره الطاقه اهم منه. تعال نفترض انك داخل مثلا سيشن مذاكره، انك هتذاكر 3 ساعات مثلا. انت ممكن تقعد 3 ساعات بس مش عارف تذاكر قوي، بس في حين انك ممكن في وقت تاني في يوم معين تاني تلاقي نفسك بتذاكر 3 ساعات اضعاف اللي ذاكرته قبل كده، او اللي انت كنت بتحاول تذاكره قبل كده. لو فكرت فيها شويه هتعرف ان ده في حاجه اسمها الطاقه. ومش بتكلم عن الطاقه اللي هو البترول والحاجات دي، لا. الطاقه، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه والله. بتكلم عن طاقتك كانسان. منطقي جدا برضه. بتكلم عن طاقتك اللي هي انت كإنسان عندك يعني حوالي 3 أو 4 أنواع من الطاقة، زي الطاقة الجسدية والطاقة العقلية والطاقة الروحية والطاقة العاطفية. فأنت هنا لازم تعرف إيه الطاقات دولت وإيه الفرق ما بينهم هما الأربعة. هما كانوا 3 ولا 4؟ هما الأربعة. الطاقة الجسدية ديت يعني منطقي جدا، جسمك اللي هو نومك وأكلك والتمرين وكده، أو الرياضة بمعنى صح. ودي حاجة مهمة جدا في كل حاجة، حتى لو يعني أنت دايما حاول تظبط نومك. أنا بديك نصيحة وأنا بصور فيديو دلوقتي الساعة 9 الصبح وأنا مطبق. فديت انا حاجه انا عايز اركز عليها قريب. الطاقه العقليه دي هي اللي هي التركيز كله. هي عامله زي العضله كده، زي ما تيجي تمرن العضله ما ينفعش اللي هو تضغط عليها جامد قوي، ولا في نفس الوقت تقلل الضغط يعني. اللي هو بتبقى محتاج تتمرن وتريح، وهكذا بقى تشتغل او تذاكر وتريح، نفس المنطقي يعني. ونيجي للطاقه العاطفيه، مش حابب اتكلم عنها بصراحه لان مش لازم يعني، بس اللي هو الطاقة العاطفية دي عاملة زي المشاعر الإيجابية والسلبية، أو غالبا لو أنت متجوز فأنت مش محتاج تفهم حاجة أكتر عنها يعني. وهي اللي بيبقى فيها الشغف والطاقة بقى، طاقة عاطفية مش محتاجة تبرير أكتر من كده. ونيجي بقى لأهم طاقة، وهي حرفيا المحور بتاع ده كله، وهي الطاقة الروحية. وبرضه منطقية جدا الطاقة الروحية، اللي هي دينك وطريقة التعامل مع الدين وقربك من ربنا وهكذا. لأن أصلا قربك من ربنا حرفيا هيشيل عنك الخوف والقلق وأي حاجة وحشة. حرفيا كل ما بتقرب أكتر من ربنا، كل ما المشاعر الخوف والقلق والحوارات اللي انت تفكر فيها كده هتقل خالص. في نفس الوقت يعني تقرب من ربنا. طبعا بما انها طاقه روحيه يعني لها علاقه بالروح، يعني اكيد هي اللي هتبقى ماسكه الدنيا كلها. بس هنا لو وقفنا عند حاجه كده كانت اتعملت قبل كده اسمها البومودورو تكنيك، واحنا هناخدها بمنحنى تاني بعيدا عن 25 دقيقه وكده. وهي انك هتحدد مهمه معينه تعملها، مش تحدد وقت. يعني في البومودورو يقول لك حدد 25 دقيقه والحوارات دي، لا، انت تحدد مهمه معينه شايف ان هي مثلا تاخد منك 50 دقيقه 40 دقيقه وهكذا. او بمعنى اصح هتحدد تاسك معين انك تخلصه، مش لازم مده يعني، وتذاكر شويه وتريح شويه بس. في حاجه هنا اسمها دورات الطاقه، زي دورات التركيز، زي دورات النوم والحوارات دي. وغالبا دورات الطاقه بتبقى من حوالي ساعه ونص لساعتين، اللي هو يعني صعب تعدي ساعتين وانت بتذاكر وانت في اعز تركيز عندك، في اعلى تركيز عندك. بالمناسبه اللي من 90 ل 120 دقيقه، بالمناسبه اللي هي ساعه ونص لساعتين، انت حرفيا هتكون واصل لمرحله الديب فوكس، اللي هو التركيز العميق، واللي هو حرفيا هيغنيك عن ساعات من المذاكره. فانت هنا بتحدد الاوقات اللي يبقى فيها طاقه في اليوم. يعني مثلا في ناس بتحب تذاكر الصبح او تشتغل الصبح، في ناس بتحب تذاكر بالليل او تشتغل بالليل وهكذا. بس هو كده كده بمزاجك غصبا عنك، هو كده كده فطرتك انك تصحى الصبح وتبقى منتج اكتر الصبح. هتقولي بقى انا بومة الليل ومش عارف ايه، لا، هو دي الفطره الطبيعيه. الا بقى لو انت لان اصلا النوم في الصبح، بمعنى صح انك متبقاش صاحي بدري وكده، بيقلل الرزق في يومك. وده حديث عن النبي مش فاكره بصراحه. طبعا انت تحاول بقى قبل ما تعمل اي مهمه بتحاول تحدد ايه نوع الطاقه اللي انت تستخدمها في الموضوع ده. وما تاخدش الموضوع علمي قوي، عشان لو اخدته علمي هتبوظ الدنيا. خدها كده بالسنس، فاهم؟ وانت غالبا في اغلب الحالات مش هتلاقي الطاقه العاطفيه، فهمنا منها دلوقتي يعني. ساعات هتلاقي انك مشغول جدا بس انتجت لا شيء حرفيا. والحل هنا معاك انك تحاول تعرف الطاقات دي اصلا عباره عن ايه، وتستخدمهم ازاي، وامتى تستخدمهم وازاي تستخدمهم مع بعض. وغالبا انت بعد الفيديو ده هتكتشف ان اداره الوقت ديت ما كانتش حاجه مهمه قوي زي ما انت كنت فاكر. هو كده كده اداره الوقت مهمه جدا، بس ما تخليش اعتمادك الاساسي على اداره الوقت.
خلي انت بتدير طاقتك على مدار الوقت. يعني بتدير طاقتك الاول بعدين تدير الوقت. يعني مثلا خلاص اظن كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا اهم حاجه عندي انك تكون فهمت الدنيا ماشيه ازاي في موضوع الطاقه، طاقه جسمك وكده. ولو عجبك المحتوى دوت ما تنساش تعمل سبسكرايب وبس كده.